دكتور محترم جدا والله يا أستاذة مين يا شيخ؟ سوزان، ودايما على طول طول فترة الكورس بيدينا النصايح بره المادة وجوه المادة، يعني على طول والله. حابب أشكره جدا يعني، وربنا يوفقه يا رب في اللي جاي. دكتور في منتهى الاحترام الصراحة، يعني ربنا يجازيه خير ويجازيكم خير برضو يعني. في نظام ويعني ناس محترمة كلها ذوق الصراحة. ودايما النصايح يعني ما كانتش بتفارقني، يعني سواء في المحاضرة أو بره المحاضرة. التواصل دايما كان موجود وما فيش انقطاع خالص يعني، فربنا يجازيكم خير يعني. شكرا يا دكتور والله على التعب ومجهود حضرتك ده. بأمانة جزاك الله كل خير يا دكتور، يعني والله نفتقد حضرتك جدا. والله من الدكاترة المحترمة فعلا، يعني ما سبناش وبيطمن فعلا علينا دايما، واللي هو مهتم بينا. والسنتر نفسه يعني بأمانة مهتم بكل تفصيلة، مهتم إنه الليكتشر ما تبقاش فيها إزعاج، ما بينزل محاضرات في وقتها، كل حاجة صراحة. فبجد أنا مش شفت زي حضرتك يا دكتور، جزاك الله كل خير. والله بصراحة أسلوب الدكتور محمد أسلوب متميز. أنا حضرت معاه الاف ام دبليو اي والسي ام اي بارت 1، فلو في إمكانية السي ام اي بارت 2 يا ريت تدونا خبر ونستمر معاه إن شاء الله. السلام عليكم. أنا بشكر الدكتور محمد على الرقي بتاعه وعلى الأداء بتاعه، بصراحة أفادنا. وبشكر السنتر، كان مميز جدا وكان منظم معانا وساعدنا بصراحة بإدارة المحاضرات وتنظيم ليها. وشكرا جزيلا للدكتور محمد وللسنتر على الفترة اللي احنا قضيناها معاه. أحب أشكر السنتر بصراحة، عندكم تنظيم رائع ومتابعة كويسة جدا للمتدربين. وبصراحة قبل ما أشترك معاكم كنت سألت في كذا مكان، فأنتوا بصراحة أقل تكلفة، فبشكركم جدا. الحاجة التانية بحب أشكر الدكتور محمد، يعني الزملاء جابوا كل الحاجات اللي الواحد كان حابب يتكلم فيها، بس هو بصراحة مهما اتكلمنا مش هنوفي له حقه. بصراحة عنده ملكة في توصيل المعلومة مش عند ناس كتير، وتشجيعه مستمر لينا وخبراته عالية جدا. وآخر حاجة أحب أشكر الزملاء، لأني رغم إني ما شفتهمش أو ما تقابلناش فيس تو فيس، بس بصراحة في ناس كلماتها بسيطة أو مشاركتها البسيطة بتوصل معلومة كانت غايبة عن الواحد. يعني في ناس يعني أساميهم علقت مع الواحد من كتر ما استفدت منهم، رغم إني ما شفتهمش ولا تقابلت معاهم. حد زي أستاذ أحمد علي، أستاذ محمد عميرة، أستاذ حامد أبو طالب، أستاذ مهند، ناس كتير مش هقدر أقول أسامي الناس كلها، بس بشكرهم كلهم وهفتقدكم كلكم جميعا، وألف شكر. كنت حابة أشكره جدا، لأن أنا كنت قلقانة من حتة إن أنا لو حاجة وقفت لي في المذاكرة بعد ما الكورس ينتهي، إني مثلا معرفش أفهمها. لقيته قال إن هو هيتواصل معانا بعد الكورس، فدي حاجة يعني أحب أشكره عليها جدا، إن هو هيتابعنا حتى بعد انتهاء الكورس عشان يتأكد إن المعلومة وصلت وتمام. فربنا يبارك له بجد، ودي حاجة تحسب له.